ينتظر أن تنطلق خلال الثلاثي الأول من السنة الجاري بالجزائر عملية استيراد السيارات المستعملة والجديدة بعد صدور القانون المنظم لعمليات الاستيراد والمحدد لنسب الرسوم الجمركي في قانون المالية 2023. ويعول الوكلاء على استيراد السيارات من أجل إنعاش الاقتصاد وتحريك سوق السيارات المتوقف منذ سنوات. وكشف المدير العام المكلف باليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة عن تفاصيل جديدة حول قضية منح الرخص للوكلاء الجدد لاستيراد وتصنيع السيارات والذين أودعوا ملفاتهم على مستوى الوزارة. وقال أن العملية تتم بإيداع الملفات عن طريق الولوج إلى المنصة الرقمية لتحويل الملفات إلى اللجنة التقنية المتخصصة التي تدرس الملف وتبحث عن تأكيد احترام الشخص أو المؤسسة التي تريد أن تنشط في هذا المجال لكل جوانب العملية. وأضاف أن هناك لجان على المستوى الولائي تبحث وتتأكد بأن الأماكن المدونة في الملف متوفرة وأن المخازن متوفرة ومطابقة لدفتر الشروط. وحسبه فهذا المسار الهدف منه هو تأمين التزامات الوكيل مع المواطن، ومعناه أنه إذا لم يحترم هذا المستثمر دفتر الشروط بدقة فسيرفض ملفه، والأمر يشمل مستوردي ومصنعي السيارات. وشدد على أن العملية الآن تقنية ولا يدخل فيها أي جانب لا إداري ولا سياسي، وهو عمل تقني والعلاقة هي مباشرة مع أصحاب المشاريع. وبالنسبة لموعد الكشف عن قائمة الوكلاء يقول المتحدث أن الأمر متوقف على نجاح عملية مراقبة الملفات، وهناك لقاء للوكالة الجزائرية للاستثمار لتباشر نشاطها حول هذا الملف. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.